يقول لك اليمني أول ما يدخل يغترب بالسعودية أول مرة مقش داري بالنظام ولا شيء. مثلا يشتغل عند صاحب محل ولا صاحب أي شيء، يوصل يطعم ولا صاحب بقالة، يصنف آخر اليوم بالليل والناس نوم، يعمل مطب أمام تبع المحل دي يشتغل عنده، ولا تبع بقالة ولا تبع أي حاجة، يعمل مطب. لكن المغترب اليمني في أمريكا أول ما يدخل أمريكا على طول يفهم من جو البلاد، من جو البلاد هذه، من نظامها، من قانونها، عادي بالمطر، عادي بالجو يعني يفهم رأسا. وأنتم عارفين أن اليمن يا أخي قديم نهاره، بس ياما وأنا يوم أتمنى أنها تتطور قبل ما أموت. أتمنى أن احنا نشوف اليمن هكا وهي متطورة، كل شيء ثابت بها، والحفر قد سبروا كل شيء، والإشارات المرور والنظام والسيارة المكردحة المكروحة اللي بيزبزوا من الشوارع، خاصة يا أخي في مدينة قد زيدوا بهايو. والله يبطلوا هذا الحرب والمشاكل، يبطلوا كلام احنا أصل العرب، احنا أصل الهواء، احنا ايش نعمل بهذا الكلمة، ايش نسوي بها هذا الكلمة، احنا أصل العرب يا أخي. الجواز ناهي يقول الجواز حقك صلى أي سفارة أمريكا أنا يمني أصل العرب، ما يقبلكش لا جيبوتي، دخلك الدول الفقيرة مثلك استخرج بهم احنا أصل العرب، اصنع دبابة وقول لهم احنا أصل العرب، ما صنعت حتى ولاعة. ومعك عباس بن فرناس صنع لك الطائرة وعادوا طربة عادوا طربة يا رجال، عادوا حتى معدن حتى عاد الطائرة هذه لا الفكر بس اخترعوا والصناعة ماشوا. الجواز أصل العرب تعربوا لكم أصل العرب، لا جواز لا طرقات سواب أصل العرب، ولا نظام ولا قانون ولا أخلاق ولا تواضع، والدين عندنا والإسلام عندنا والتطبيق دول الغرب. أصل العرب هذا بالأرض ومكانك نستر الفضاء يا أخي، المريخ صغار عطارد يا أخي، ما أنا قسم بالله كسرت راس. أصل العرب العرب أيش من أصل العرب هذا يا أخي؟ جوازك ما يركبكش حماء، ما يركبكش يا أخي. ايش أصل العرب يا أخي؟ دبرونا حل مش الفضاء المريخ